وصفتنا لليوم دجاج مشوي على الفحم، طريقة بتنافس المحلات بس رح نعمله بالفرن بالبيت مع سلطة المشاوي التركية. لايك وشير ونحكي بسم الله ونبدأ. جبت الدجاجة طبعا فتحتها من سلسلة الظهر وحجهز للتتبيلة. عندي لبن شنينة، زيت زيتون، عصير ليمون، دبس فليفلة، باربيكيو صوص، شطة، صلصة بندورة، بصل مبروش، سماق، بهارات الدجاج أو البهارات السبع أو بهارات المشاوي. طبعا كل المكونات بالكابشن. هيك جارت التتبيلة جاهزة، تبلتها ليلة كاملة. هلا تاني يوم طلعت الدجاجة وبدي أحطها على الشبكة اللي بنعمل فيها المشاوي. حطيتها بصينية، رشيت عليها زيت زيتون معها شوية خضار، خليتها ساعة ونص لحد ما استوت. حطيت عليها الفحمة، فحمتها. هلا الخضار أحطهم حضرة الطعام وأهرسهم عشان نعمل سلطة المشاوي التركية. هيك صاروا جاهزين. حطيت عصرة ليمون، دبس رمان، صويا صوص، زيت زيتون، ملح، صلصة بندورة، وعندي دبس فليفلة، سماق، وشوية بهارات مشاوي. وهيك صارت أطيب سلطة تركية جاهزة. وهي دجاج جاهز. وإذا شفتوني لأول مرة لايك وشير.